بنبدأ مع فيديو قديم للأستاذة سوزان وهي صغيرة وبترقص باليه، وبتقول إنها ما كانتش بتهتم بوزن جسمها وهي صغيرة، وإن نسبة 96% من البنات في أمريكا بيحسوا بالخجل من شكل أجسامهم عشان مش شبه عارضات الأزياء اللي عددهم ما يجيش 1%. وبيكون الفصل ده لتدريس حقوق المرأة والمساواة ما بينها وما بين الرجل، وكل اللي فيه بيرفضوا إن المجتمع بيتعامل مع الست كأنها سلعة للجمال، أو إنهم يعرضوا أجسام البنات على المجلات والإعلانات وهكذا. وفي يوم بتكون سوزان في عيادة النساء والتوليد عشان بيتعمل لها تخصيب صناعي، لأن جوزها مايكل بيعرف إنه يقرب منها بسبب زيادة وزنها، لكنها بتنسى تجيب عينة منه، فبتروح له الشغل وبتطلب منه عينة لكنه بيرفض بحجة إنه مشغول. وبتشتكي سوزان من إن وزنها كل يوم بيزيد ولازم تخلف بدري قبل ما يجيلها عقم لو وزنها زاد عن الحد. وفجأة بتتدخل جيسيكا زميلة مايكل في الشغل وبتقاطعهم، وبيتجاهل مايكل مراته وبيركز مع جيسيكا وبيبتسم. ولما بتمشي جيسيكا بتسأل مراته هو ليه عمل عملية تجميل في شفايفه، لكنه بيغير الموضوع وبيقول إن عنده شغل وهيعمل اللي سوزان عايزة في يوم تاني. وتاني يوم بيروح هو ومراته لدكتورة نفسية عشان يتعاملوا مع مشاكلهم الزوجية بشكل علمي. ولما بيجي مايكل يتكلم بتخاف مراته لحسن يسيبها، لأنه دايما بيتكلم بالطريقة دي مع موظفينه قبل ما يرفدهم. ولما بتهديها الدكتورة وبتخليها تقعد بيقول مايكل إنه فعلا هينفصل عن سوزان بكل برود. وبتنهار سوزان وبترجع على الأرض بسبب اللي حصل وبتمشي بعد ما بتقول للدكتورة إنها مش هتنظف الأرض. وبيبص مايكل للدكتورة كأنه بيقول لها بص أنا عايش في إيه. وفي يوم عيد ميلاد سوزان ال40 بيجي لها بالونات من جوزها مع ورقة الطلاق. ولما بتتصل سوزان على مايكل بتعرف منه إنه هيتجوز جيسيكا زميلته في الشغل، وكمان إنها حامل منه. وفي الشغل بتتكلم سوزان على اللي حصل مع صاحبتها أليس، وبتبقى أليس مش عارفة تساعدها وتقول إيه. وتاني يوم بتتصل عليها صاحبتها كام وبتقنع سوزان إنها تعيش معاه في البيت مع جوزها، وبيكون جوزها ما عندوش مشكلة. وبتروح سوزان لكافيه وبتتكلم مع صاحبها جاورد صاحب المكان، وبتحكي له على مشاكلها وبيعزمها على قهوة. ولما بتشرب منها بيبقى في قهوة على شفايفها، وبيقول لها جاورد على ده. وبتحس سوزان بالحزن لأن جوزها السابق ما كانش بيهتم بيها زي جاورد. وفي يوم لما بتخلص سوزان شغلها بتشوف إعلان في الشارع عن جريجوري دكتور التخسيس، ولما بتشوف شكل البطن اللي في الإعلان بتخبي بطنها بعد ما بتحس بالخجل. وبتنقل سوزان أغراضها وبتعيش مع كيم، وبتساعدها بنات كيم في نقل الأغراض. وبتتكلم سوزان مع كيم وبتقول إنها قلقانة إنها تقابل راجل جديد لأنها متجوزة مايكل من 10 سنين. وتاني يوم بتروح سوزان لدكتور جريجوري واللي بيكون مختل عقليا وقرفان جدا من شكل ترهلات بطن سوزان، وبيكون هو كمان تخين ومقتنع إنه في الوزن المثالي لشكله. وبيقول لها على علاج للتخسيس، وهي إنها تضيف عينة من البول في أي حاجة وتشربها كل يوم. وبيطلب منها إنها تبعت له عينة من البراز عشان يحللها، وبتعمل سوزان ده لما بتروح. وبتروح لصندوق البريد عشان تبعت العينة لجريجوري في ظرف، ولما بيقع منها الظرف بيشيلوا واحد اسمه كاميرون عشان يساعدها. فبتخاف سوزان لحسن يعرف الظرف ده فيه ايه، وبتاخده منه وبتحطه في الصندوق. وبتروح سوزان للكافيه وبيشوفها جاورد وهي بتحط عينة البول في القهوة، فبيلحقها وبيقول لها ان جريجوري نصاب، وبيعمل كده مع كل زباينه. وبياخد زبون كوباية القهوة بتاعت سوزان وبيشربها، وبتبقى سوزان خايفة تقول له القهوة دي كان فيها ايه، لكنه ما بيحسش بحاجة. وبتشوف سوزان فيديو لمديرتها ديبورا وهي بتتكلم عن حقوق المرأة، وبتنضم لها سوزان في حوار تلفزيوني مع الممثلة مارشا وكريستينا، وبتسألهم ديبورا عن رأيهم بخصوص عملية التجميل اللي بتهين المرأة. فبتقول مارشا بكل تلقائية إنها عملت عملية تجميل في رقبتها وحبت الموضوع، وبتقول كريستينا إنها كانت راجل واتحولت وعملت عمليات تجميل. فبتتخانق ديبورا معاهم على الهوا وبتنهي البث. وبتخرج سوزان مع مارشا وكريستينا وإليس وبيروحوا المطعم وبيتكلموا مع بعض وبيتريقوا على ديبورا. ولما بتعرف مارشا اللي حصل لسوزان بتنصحها إنها ترتبط بواحد في سن العشرينات، وبتدي كريستينا بطاقة الشغل لسوزان في حالة لو سوزان رايحة موعد غرامي وعاوزة شكلها يبقى أحلى. وبتروح كيم مع سوزان لحفلة تعارف، وهناك بيقرب واحد من سوزان وبتشوفه راجل غريب الأطوار وبتبعد عنه. وفي نفس الوقت بيقرب راجل مجنون من كيم، فبتاخد كيم سوزان وبترجع للبيت وبتقول لجوزها إنه ما يسيبهاش لوحدها تاني أبدا. وتاني يوم بتشوف سوزان مايكل مع جيسيكا، وبتتخانق سوزان مع جيسيكا وبتضربها في الشارع عشان أخدت جوزها منها. وبتروح للكافيه وبيعزمها جاورد على العشاء في بيته، وقبل ما بتروح له البيت بتعدي على كريستينا واللي بتخلي شكل شعر سوزان أكبر، وبتخليها تلبس بنطلون ضيق عشان سوزان تبان رفيعة. ولما بتوصل سوزان لبيت جاورد بتتأخر في الحمام بسبب إنها بتشيل كل الحاجات اللي كريستينا حطتهم عليها. وفي النهاية بيعرف جاورد إنها مش واثقة في نفسها، وبيقول لها إن شكلها جميل زي ما هي. وفي يوم بتقرر سوزان إنها تعمل عملية شفط للدهون اللي في جسمها، وبتطلب من الدكتورة اللي هتعمل العملية إنها تحتفظ بالدهون في برطمان. ولما بترجع سوزان للبيت بتساعدها كيم وبتنيمها على السرير، بس لما بتصحى من النوم بتلاقي شفايفها منفوخين بس بشكل غير طبيعي، وبتتخض وبتضطر إنها تروح لندوة في الشغل بالحالة دي. وبيشوفها كاميرون وبيتجاهلها، وبيفضل كل اللي في الندوة يضحكوا على شكل شفايف
شفايف سوزان وبيضحكوا أكتر لما بيشوفوها مش عارفة تشرب مية من الإزازة وبتقع على الأرض بعد ما المية عملت قفلة في الميكروفون. وبتحكي سوزان لطلابها عن المشاكل اللي مرت بيها وبتقول إن الست ليها حرية إنها تعمل عملية تجميل وإن ده مش ضد مبادئ حقوق المرأة ولا حاجة. وبينتشر فيديو شفايف سوزان على اليوتيوب وبيجيب 5 مليون مشاهدة. وبتعرف سوزان من المحامي إن مايكل عاوز الخلاط بتاعه وإلا هياخد منها الكلب، فبتقول كمان إنها هتتصرف بخصوص الموضوع ده. وبتقابل سوزان جاورد وبتعتذر له عن اللي حصل وبيتفقوا إنهم هيفضلوا صحاب. وبتحط كيم دهون عملية سوزان في الخلاط وبتبعته لمايكل كانتقام. وبيتصل مايكل على سوزان وبيزعق لها على الخلاط وبتكون سوزان فرحانة باللي حصل. وبتكون في المكتبة وبتشوف مارشا هناك، ولما بتحاول إنها تهرب بتشوف كاميرون وبيتكلموا مع بعض وبيحسوا بانجذاب لبعض. وبيروحوا لبيت كاميرون اللي بيعزمها على فرح تبع طليقته. ولما بيروحوا الفرح بيقعدوا قدام طليقة كاميرون وجوزها الجديد وآيان ابن كاميرون. وبيبقى آيان بيعاني من أعراض الاكتئاب بسبب طلاق أبوه وأمه. وتاني يوم بتتفصل سوزان من الشغل عشان عملية التجميل اللي عملتها لأن ديبورا شايفة إن ده ضد مبادئ حقوق المرأة وبيهينها. وفي طريق سوزان للبيت بتتصل عليها سكرتيرة ممثل ملياردير اسمه بيتر وبتقول لها إنها لازم تيجي لمقابلة مع بيتر بخصوص إنه عاوز ينشر كتاب جديد. ولما بتوصل البيت بتقول لكاميرون على المقابلة وبيحس كاميرون بالغيرة وبدون سبب بينفصل عن سوزان. ولما بتعرف كريستينا اللي حصل لسوزان في الشغل بيتفق الاتنين مع بعض إنهم يروحوا البيت ديبورا ويمسكوا عليها فضيحة. وهناك بيشوفوا الدكتورة اللي عملت العملية لسوزان خارجة من بيت ديبورا وهي بترمي حاجة في الزبالة. فبتشوف سوزان اللي في الزبالة وبتعرف إن ديبورا بتعمل عمليات تجميل في السر عشان تحافظ على شكلها. وبتروح سوزان تاني يوم لمقابلة بيتر وبيطلب منها إنها تكون رفيقته في حفلة الأوسكار وإنها كمان تكون واجهة لكتابه الجديد على شرط إنها تتصور من غير هدوم. وبتضطر سوزان إنها توافق بسبب إنها محتاجة فلوس. وبعدها بتروح هي وكريستينا المكتب ديبورا وبيهددوها إنهم هيفضحوها. وبتضطر ديبورا إنها ترجع سوزان تاني للشغل. وبيتصل كاميرون على سوزان وبيعتذر لها على اللي حصل وبيقول لها إن جاله عقدة من الناس الأغنياء بعد ما مراته سابته عشان تتجوز واحد مليونير. ولما بيعرف إنها رايحة لحفلة الأوسكار مع بيتر بيعتذر لها مرة تانية وبيقفل المكالمة. وفي طريق سوزان لحفلة الأوسكار بتشوف صورتها على كتاب بيتر وبتتضايق من المنظر المهين اللي هي طالعة بيه وكمان إنه هيدفع لها 15,000 دولار رغم إنهم اتفقوا على مبلغ أكبر من ده. فبتخرج سوزان من العربية وبتقرر إنها ما تروحش للحفلة وما تتعاملش تاني مع بيتر. وبتروح للكافيه وبتطلب من جاورد إنه يشغلها معاه تعمل القهوة وبيوافق. ولما بيتفرج كاميرون على حفلة الأوسكار في البيت بيرن الجرس وبيطلع إنها سوزان واللي بتقرر إنها ترجع له وتسامحه على اللي حصل وبيعيشوا مع بعض. وبتستقيل سوزان من شغلها وبتودع الطلاب بعد ما بتديلهم تيشيرتات عليها عبارات عن حقوق المرأة وبيتصور الطلاب معاها بالتيشيرتات. وبس كده بيخلص الفيلم.